يا ترى ايه اللي هيحصل في اسعار الخضار في السنة الجديدة؟ هتزيد ولا هتستقر؟ ده سؤال ناس كتير دلوقتي، بس شعبة الخضروات والفاكهة طمنت الناس وقالت ان اسعار الخضار والفاكهة مستقرة ومش رايحة للزيادة تماما، والاستقرار ده مكمل معانا لحد الربع الاول من سنة 2026. الكلام ده اكده حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة، وقال ان السلع الاساسية اللي مفيش بيت مصري بيستغنى عنها زي البطاطس والطماطم والبصل متوفرة وبكميات كبيرة جدا ومفيش أي أزمة فيها تماما. كمان وضح إن في منتجات أسعارها نزلت فعلا زي الفراولة والموز اللي بيشهد انخفاض تدريجي جدا. الارتفاع الوحيد المؤقت هو الليمون، وده بسبب مشاكل إنتاج السنة اللي فاتت، لكن الموضوع ده مؤقت والأسعار هترجع طبيعية خلال شهر أو شهرين مع دخول المحصول الجديد. الشعبة أكدت كمان إن أكتر من 90% من الخضار والفاكهة إنتاج محلي، وده عامل أمان كبير للسوق. الرسالة الأهم بقى للمواطنين: أي تاجر بيغلي في السعر ما تشتريش منه، وروح للي عامل عرض أو اشتري من المنافذ والمعارض اللي الدولة بتوفرها زي أهل رمضان. لكن دلوقتي قول لنا رأيك في أسعار الخضار والفاكهة.